السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشرح النهاردة المحاضرة الثالثة من محاضرات الباثوفيسيولوجي. تمام، واللي هي بتتكلم عن الانفلاميشن أو الالتهاب. خلينا ندخل في المحاضرة على طول. هنا الأول سلايد ده بيقول لك تايبس اوف انفلاميشن. إيه هي أنواع الانفلاميشن؟ إيه أصلا معنى كلمة انفلاميشن؟ انفلاميشن معناها الالتهاب. تمام، تايبس اوف انفلاميشن معناها أنواع الالتهاب. إيه هي أنواع الالتهاب اللي ممكن تحصل لنا؟ فهنا بيقول لك إن في ثلاث أنواع من الالتهاب. ماشي، أول حاجة acute inflammation، تاني حاجة sub acute inflammation، تالت حاجة chronic inflammation. هو التصنيف ده بيكون بيعتمد أكتر على المدة اللي بيستمر فيها الالتهاب ده. فهنا مثلا هتلاقي في الاكيوت انفلاميشن بيقول لك ان هو رابيد اونست، يعني هو بيكون سريع. ماشي، بيخف في خلال اسبوعين، اللي هو healing within 2 weeks. usually leaves no residual damage. بيقول لك في العادي ما بيسيبش اي تدمير باقي او اي علامه للالتهاب ده. ماشي، ايه هي الخلايا اللي بتشتغل فيها؟ المفروض احنا عارفين ان الانفلاميشن او الالتهاب ده شغل مناعه. تمام، المناعه بتاعت الجسم هي اللي بتسبب الالتهاب. فايه هي الخلايا اللي بتشتغل او انواع الخلايا اللي بتشتغل على الالتهاب اللي هو من النوع ده اللي هو الاكيوت اللي هو الحادي يعني. فهنا بيقول لك ان الخلايا اللي بتشتغل هي النيتروفيلز. ماشي، are the predominant cell type at the site of inflammation. بيقول لك إن هي يعني الخلية المسيطرة أو اللي موجودة في مكان الالتهاب ده اللي هو من النوع الأكيوت. تمام، بعد كده its outcome may be resolution or progress to chronic. يعني إيه؟ بيقول لك يعني إن نهاية أو نتائج الالتهاب ده إما إنها تكون resolution أو إن هي تكون حل، يعني اللي هو يكون الالتهاب خف وتم حل المشكلة، أو بروجرس تو كرونيك يعني بيتقدم لمرحلة متقدمة أكتر وبيبقى كرونيك أو بيستمر أكتر من أسبوعين. تمام، بعد كده تاني نوع عندنا اللي هو سب اكيوت انفلاميشن. سب اكيوت انفلاميشن اللي هو نفس نوع الاكيوت انفلاميشن ده، ولكن بيختلف عنه ان هو بيكون في مده اكبر. احنا قلنا ان الاكيوت انفلاميشن بيستمر ما بين اسبوعين. تمام، ما بيزيدش عن اسبوعين. ولكن في السب اكيوت انفلاميشن ده هو نفس الاكيوت انفلاميشن ولكن بيزيد من 3 ل 6 اسابيع. فهنا بيقول لك اكيوت انفلاميشن بات لاستس لونجر. يعني ايه؟ يعني هو عباره عن اكيوت انفلاميشن برضه او التهاب حاد ولكن بيستمر لمده اكبر. على سبيل المثال هنا بيقول لك infective endocarditis اللي هو التهاب او عدوى في عضله القلب. ماشي، بيقول لك ان هي عباره عن acute inflammation. تمام، هو التهاب حاد ولكن بيتواجد لمده تزيد من 3 ل 6 اسابيع. تمام، بعد كده chronic inflammation او النوع الثاني من الالتهاب او النوع الثالث معلش اللي هو chronic inflammation اللي هو الالتهاب المزمن. وده بيقول لك ان هو سلو اونست عكس خالص الاكيوت. الاكيوت قلنا رابيد اونست، يعني الاكيوت بيكون سريع. ماشي، ولكن في الكرونيك بيكون بطيء. تمام، ولكن هنا lasts for months or even years، يعني بيستمر لشهور او كمان ممكن يوصل لسنين. ماشي، على سبيل المثال زي التي بي، مرض التي بي. تمام، injuries بيقول لك هنا injuries agent persist or repeatedly injures tissues. يعني ايه؟ يعني بيقول لك هنا إن عامل ال- الإصابة بيكون موجود دائما. ماشي، أو كمان الإصابة بتزيد مع الوقت أو بتتكرر. ماشي، فهنا بيقول لك the predominant cell أو الخلية المسيطرة في الانفلاميشن ده أو في الكرونيك انفلاميشن. بيقول لك types at the site of inflammation are lymphocytes and macrophages. يعني بيقول لك إن الخلايا المسيطرة في النوع ده من الالتهاب هي الليمفوسايتس اللي هي الخلايا الليمفاوية، أو الماكروفاج اللي هي الخلايا البلعمية، ودي برضو خلايا مناعية زي النيتروفيلز. تمام، بعد كده السلايد اللي بعده بيقول لك هيلينج بروسيس اللي هي عملية الشفاء بقى أو الالتئام. هنا بيقول لك wound healing is the final phase of inflammatory response. يعني إيه؟ بيقول لك إن عملية الشفاء هي آخر مرحلة في مراحل الالتهاب. بعد كده بيقول لك healing includes two major components. بيقول لك يعني إن الشفاء بيتضمن آه، نوعين رئيسيين من المكونات أو مكونين رئيسيين يعني. أول مكون اللي هو regeneration اللي هي إيه؟ المفروض إن الانفلاميشن اللي هو عملية الالتهاب دي بيحصل لها التئام. تمام، فهنا عندك يا إما تكون regeneration اللي هو إعادة تكوين أو إعادة توليد خلايا جديدة. ماشي، أو ريبير. ماشي، ريبير اللي هي عملية الإصلاح. يا إما إن أنا هكون خلايا هولد خلايا جديدة أو هصلح الخلايا القديمة. تمام، فعملية توليد خلايا جديدة اسمها regeneration، وعملية
آه، إصلاح الخلايا القديمة هي اسمها ريبير. تمام. بعد كده هنا بيقول لك بيعرف لك كل واحدة فيهم بقى. فأول حاجة عندك هنا ريجنريشن أو عملية إعادة توليد الخلايا. فبيقول لك replacement of lost cells، يعني إيه؟ يعني هي عملية تعويض أو تبديل الخلايا المفقودة and tissues with cells of the same type. يعني إيه؟ يعني بيقول لك إن هي عملية تعويض الخلايا المفقودة، تمام، أو الأنسجة بخلايا من نفس النوع. تمام. يعني مثلا لو في مشكلة في لو قلنا مثلا الكبد فيه مشكلة ماشي وخدنا منه جزء، فاحنا بيعوض الجزء اللي راح منه ده عن طريق نفس نوع الخلايا. ماشي. فبيقول لك هنا ability of cells to regenerate depends on its type. يعني ايه؟ بيقول لك في النوع ده بيكون الخلايا اللي بتتدمر بيكون جنبها خلايا تانية عندها القدرة ان هي تعوضها من نفس النوع. تمام. بعد كده لابل هناخد هنا انواع الخلايا. ماشي. انواع الخلايا اول حاجه عندنا بقى اللي هي لابل سيلز. لابل سيلز ديت بقى لها بيقول لك هي دي المفروض ان دي انواع الخلايا اللي عندنا في الجسم. لابل سيلز، ماشي، ستيبل سيلز، والبريمننت سيلز. هناخد واحده واحده. هنقسمهم على حسب طبيعه انتاج الخلايا دي. ماشي. فبالنسبه لللابايل سيلز دي او لابل سيلز، مش عارف الصراحه نطقها ايه الدقيق يعني. فبيقول لك divide constantly even in absence of any injury. يعني ايه؟ بيقول لك ان هي نوع من انواع الخلايا اللي موجوده في جسمنا واللي بتتجدد باستمرار حتى لو ما فيش جرح. زي ايه؟ زي مثلا خلايا السكن. طبعا انت عارف ان الجلد بتاعك بيقشر وبيتجدد وبيقشر وبيتجدد من غير ما يكون في اي جرح اصلا. فده نوع من انواع الخلايا اللي بتكون موجوده عندك في الجسم وبتتجدد من غير مش شرط يعني يكون في جرح او اصابه. زي ايه تاني؟ الليمفويد اورجانز، ماشي، او بون مارو اللي هو نخاع العظام. نخاع العظام برضو بيتجدد تلقائيا حتى لو ما حصلش فيه اي مشكله او اي جرح. ماشي. ادي ميكوز ممبرين اوف ذا جي اي. يعني ايه؟ وبرضو الغشاء المخاطي لل جي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي ويورينري والريبروتكتيف تراكس. ماشي. فهنا بقول لك injury to this organs is followed by rapid regeneration. يعني اي يعني المفروض ان الاورجانز دي او الاعضاء ديت اللي احنا لسه قايلينها هي بتتجدد باستمرار حتى لو ما فيش اي جرح، ولكن لو حصل جرح بسيط برضه بتتجدد بسرعه جدا. ماشي. تاني نوع عندنا من الخلايا ستيبل سيلز اللي هي الخلايا الثابته. دي ما بتتجددش لوحدها، بتفضل ثابته زي ما هي لحد ما يجي لها جرح مثلا او اصابه فبتبدا تتجدد. فبقول لك retain their ability to generate generate only if the organ is injured. يعني ايه؟ يعني بقول لك ان هي بتحافظ على قدرتها على التجدد لحد ما يحصل اي اصابه في المكان ده فبعد كده بتتجدد عادي. زي ايه؟ زي مثلا الليفر انت عارف طبعا عمليات زرع الكبد. ماشي. اللي هو حد بياخد كبد من حد عشان يحطه عند حد تاني بياخد جزء منه فالكبد بيبدأ يتجدد تاني بعد ما بيتاخد منه الجزء ده، وحتى الجزء اللي اتاخد منه برضه بيتجدد ويكبر لحد ما يبقى ليفر كامل. ماشي. فهنا زي ايه برضه؟ زي البنكرياس. ماشي. الكدني اللي هي الكلية، وبون سيلز اللي هي خلايا العظام. طبعا دي كلها أعضاء لما بيحصل فيها انجري أو قطع أو جرح بتتجدد ولكن ما بتتجددش تلقائيا زي اللابل سيلز. ماشي. بعد كده بريمننت سيلز. ماشي. بريمننت سيلز اللي هي الخلايا الدائمة بقى. دي خلايا ما بتتجددش. بيقول لك دونت ريجنريت، يعني ما بتتجددش خالص حتى لو حصل قطع في العضو دوت أو جرح ما بتتجددش. فيقول لك على سبيل المثال نيورونز اوف ذا سي ان اس، يعني اللي هي النيورات بتاعت الجهاز العصبي المركزي. دي ما بتتجددش لو حصل فيها قطع. ماشي. اند كاردياك ماسلز سيلز، وخلايا عضلة القلب. ماشي. برضه دي لو حصل فيها اي مشكلة لا قدر الله ما بتتجددش. ماشي. to this cells can بيقول لك damage to this cells can lead to permanent loss. يعني ايه؟ اي تدمير او اصابة في الخلايا ديت آه، بتسبب لك تدمير دائم في أو خسارة دائمة في العضو. here healing will آه، here healing will occur by repair. يعني ايه؟ يعني عملية الإصلاح يعني. بس مثلا ولكن الأعضاء اللي هي ما بتتجددش دي لو حصل فيها أي مشكلة أو جرح هيحصل ايه؟ ولكن هي ما بتتجددش ولكن بيتم إعادة إصلاحها. ماشي. أو بيحصل لها عملية ريبير. ماشي. ودي العملية اللي احنا داخلين عليها دلوقتي. يعني بيقول لك الريبير بقى ايه؟ هو تعريف الريبير؟ بيقول لك healing through replacement of the of lost cells by connective tissues. يعني إيه؟ يعني هي عملية شفاء. ماشي. آه، عملية شفاء للخلايا المفقودة عن طريق الكونكتيف تيشوز أو
الأنسجة الضامة. ماشي. بعد كده بيقول لك it is a more common type it is a more common type of healing، يعني هو النوع السائد من الشفاء. دي ممكن يجي عليها سؤال ايه هو the more. بعد كده بيقول لك usually results in scar formation، يعني ايه بعد كده بيقول لك ان هي عادة بينتج منها سكار اللي هو ندبة فوق مكان الجرح. ماشي. repair healing occurs by، بيقول لك ان عملية الريبير بقى او عملية الشفاء عن طريق الريبير ده او الإصلاح. هنا بيقول لك repair healing occurs by، يعني ايه عملية الشفاء دي بتحصل عن طريق ايه. العمليات يعني الرئيسية اللي بتحصل في العملية دي بيقول لك هي primary intention. ماشي. secondary intention tertiary intention اللي هي ديت العمليات بتاعة الريبير، وهناخدهم واحدة واحدة. فخلينا ناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة ديت بيقولك السمات بتاعة العملية. ماشي. هنا عندك برايمري هيلينج والفرق بينها وبين السكندري هيلينج أهو. ماشي. فبيقولك برايمري هيلينج سكندري هيلينج إيه هي السمات بتاعتهم. فأول حاجة كلينس اللي هي النظافة بتاعة الجرح دي. فبيقولك هنا كلين بيكون نظيف. ماشي. ولكن في ده في البرايمري، ولكن في السكندري بيقولك ان كلين غير نظيف. ماشي. بعد كده في البرايمري بالنسبة للإنفكشن للعدوى، يعني في البرايمري بيقولك جنرالي uninfected، يعني إيه يعني في العدوى في البرايمري ما بتكونش يعني ما بيكونش فيه عدوى. ماشي. ولكن في السكندري بيقول لك ان هي احيانا بتكون او ممكن تتواجد عدوى. اما بالنسبه للمارجنز اللي هي ايه عمليه الالتئام يعني، فبيقول لك في البرايمري سيرجيكالي كلين. ماشي. ولكن في السكندري هيلينج بيكون ريجولار اللي هو غير منتظم يعني. بعد كده هيلينج اللي هو الالتئام يعني او التعافي. بيقول لك سكانتي جرانيوليشن تيشو، يعني بيكون فيها نسبة قليلة جدا من الخلايا الجرانيوليشن اللي هي الحبيبية ديت. أما في السكندري هيلينج بتكون الخلايا كتير جدا بتاعة الجرانيوليشن. بعد كده هيلينج بيريود اللي هي ايه هو الوقت او الفتره بتاعه الالتئام. فهنا بقول لك شورت في البرايمري اللي هي فتره قصيره جدا. ماشي. وبيلتئم الجرح. ولكن بالنسبه للسكندري فهي فتره طويله جدا. بعد كده هيلينج دايركشن اللي هو اتجاه التعافي. ماشي. فبقول لك دايركت هيلينج اللي هو تعافي مباشر. اما ده في البرايمري. اما في السكندري يقول لك from the bottom of the edge، يعني ايه يعني من من قاع المنطقة يعني المجروحة. ماشي. هنا بيقول لك بعد كده outcome أو الناتج يعني بتاع العملية ديت بتاعة الشفاء. في هنا بالنسبة لأول حاجة البرايمري هيلينج الناتج بتاعها بيقول لك نيست لاينر سكير، يعني إيه؟ يعني بيكون في سكار صغيرة كده أو ندبة صغيرة، هي دي بس اللي بتنتج عن عملية الشفاء بالنسبة للبرايمري. أما في السكندري بيقول لك كونتراكت ريجولار ووند، يعني إيه؟ يعني بيكون شكلها مش خفيف زي ما بيحصل في البرايمري، بتكون أكبر ومش منتظمة. زي هنا كده مثلا في الصور ديت المفروض إنها ريجولار أهي أو البرايمري هيلينج، وديت ما هيش برايمري هيلينج أو سكندري هيلينج. فلو لاحظت هتلاقي هنا اللي هي مجرد خط بس اهوت أو ندبة صغيرة. أما بالنسبة للسكندري فبتكون بتسيب علامة جامدة بعد الشفاء. بعد كده intention او المرحله الثالثه بقى ديت بقى بيقول لك ايه also called the delayed primary intention، يعني بيسموها المرحله الاوليه المتاخره من عمليات من الهيلينج يعني او الانتنشن. فبيقول لك هنا healing occur with delayed suturing of a wound، يعني ايه بيقول لك ان الشفاء هنا بيحصل عن طريق delayed suturing يعني تخييط متأخر للجرح in which two layers لطبقتين of granulation are stirred together، يعني بيقول لك إن هي طبقتين من الأنسجة بيتخيطوا مع بعض. ماشي. بعد كده this occur when a contaminated wound is left open، يعني إيه؟ بيقول لك ده بيحصل عادة ليه بنوصل لمرحلة ليه بنوصل لمرحلة ليه بنوصل لمرحلة التريتاري ديت. بيقول لك إن إحنا إن هي بتحصل لما الجرح يكون مش معقم. ماشي. كونتامينيتد اللي هو ملوث وبنسيبه مفتوح لفترة كبيرة. ماشي. and sutured after the infection is controlled. بيقول لك برضه إن هو ممكن يحصل أو يتقدم، يعني ممكن يكون primary intention. ماشي. أو متخيطة خياطة عادية، ولكن بسبب الإهمال أو الانفكشن اللي هي العدوى يعني بيتحول للمرحلة دي اللي هي tertiary intention. ماشي. بعد كده
or when a primary wound become infected، أو لما بيكون أو primary wound اللي هو جرح أولي بيحصل له عدوى يعني. it is responded allowed to graduate and then researched. بيقول لك إن هو allowed to graduate and then researched يعني إيه؟ بيقول لك إن هي بتكون بيتم إعادة فتح الجرح يعني، وبنخيطها من جديد. مش بعد كده بقول لك tertiary intention usually results in a larger and deeper scar than primary or secondary intention. بقول لك إن النوع ده من التعافي أو من الهيلينج بيكون بيسيب يعني ندبة كبيرة أكبر من البرايمري والسكندري مع بعض. هو ده ديت الأنواع بالصور أهي. ده الفيرست انتنشن ماشي، اللي هو بيكون خط بس صغير كده. ده السكندري ماشي، ودوت النوع التالت. تحس إن هو كان برضو من النوع التاني ده، ولكن مع المشاكل اللي حصلت والإنفكشن اتحول لكده. في السلايد ده بيقول لك all the time cells are exposed to numerous stimuli. يعني بيقول لك في كل الوقت الخلايا بتكون متعرضة لمحفزات عديدة ماشي، some of which may be injurious. والمحفزات دي نوع من في منها أنواع ممكن تكون بتسبب إصابة يعني، أو بتسبب جرح ماشي، أو مدمرة. بيقول لك to survive cells must have the ability to adapt to variable conditions. يعني بيقول لك إيه، عشان الخلايا تعيش لازم يعني يكون عندها القدرة على التعود أو التأقلم مع الحالات المختلفة ماشي، أو الظروف المختلفة يعني. This process of adaptation can involve changes in cellular size, number or even types. بقول لك العمليات الادابتيشن دي او عمليات التأقلم ممكن تتضمن تغييرات في حجم الخلايا ماشي، الخلايا حجمها يتغير علشان بس تتأقلم مع البيئة المحيطة، او number of even types اللي هو كمان العدد بتاع الخلايا بتاعتها ماشي. بعد كده هنا بيقول لك سيل انجري اللي هو جروح الخلايا او اصابه الخلايا. بيقول لك سيل انجري كان بي سب ليسل اور ليسل. ليسل دي معناها قاتل، فممكن يكون قاتل او مش قاتل ولكن مدمر ماشي. بيقول لك سب ليسل انجري alters function without causing cell death. يعني ايه؟ بيقول لك السب ليسل ده بيقول لك ان هو بيغير وظيفة الخلية ولكن بدون ما يقتلها ماشي، ولكن الليسل بيكون قاتل طبعا. بيقول لك causes of cell injury. ايه هي causes معلش causes of cell injury أو أسباب الجروح بتاعة الخلايا ماشي. فبيقول لك هنا أو إصابات الخلية الأسباب بتاعتها إيه؟ عندك هنا واحد اتنين تلاتة أربعة، أربع أسباب أهوت. أول سبب هو physical agents اللي هي عوامل جسدية زي إيه؟ زي التروما ماشي، اللي هي التورم ماشي، بيرن الحروق، أو بريشر الضغط، أو الراديشن اللي هو الإشعاع. دي كلها أسباب من الأسباب اللي ممكن تعمل دامج أو انجيري للخلية ماشي. تاني نوع هو chemical agents العوامل الكيميائية. ممكن الجسم أو الخلايا تتعرض لعامل ما كيميائي يدمرها أو يسبب لها مشاكل زي البويزنز اللي هي السموم، أو الدراجز الأدوية. تمام. بعد كده مايكرو اورجانيزمز اللي هي الطفيلات أو الخلايا الدقيقة البكتيرية ماشي، سواء كانت بقى بكتيرية أو فيروسية أو أيا كان. فأنا بقول لك زي البكتيريا تمام، الفيروس، الفنجاي، أو الباراسايتس ماشي. دي كلها أنواع من أنواع المايكرو أورجانيزم ماشي، اللي ممكن تدمر الخلايا. بعد كده تالت نوع معلش بعد كده رابع نوع اللي هو هايبوكسيا. الهايبوكسيا اللي هو the most common stimuli هو المحفز الأكثر شيوعا في تدمير الخلايا أو تغيير وظيفتها ماشي. caused by inadequate oxygen بيكون بسبب نقص في الأكسجين ماشي in the blood في الدم. بعد كده بقول لك على سبيل المثال living in high altitudes، يعني الناس اللي عايشين في مناطق مرتفعة جدا بيكون نسبة الأكسجين اللي عندهم أقل من نسبة الأكسجين في المستويات الطبيعية ماشي. تاني حاجة cardiovascular and pulmonary disease الأمراض المرتبطة بقى بالأوعية الدموية أو القلب أو الرئتين مش. دي كلها أنواع من أنواع المسببات لنقص الأكسجين ماشي. بعد كده manifestations of cellular injury. يعني إيه؟ إيه هي الأعراض بقى اللي بتظهر على حد عنده cellular injury أو إصابة في الخلية دي؟ أول حاجة cellular swelling يعني انتفاخ في الخلية ديت ماشي، أو تورم. تاني حاجة cellular accumulation يعني إيه؟ بتكون الخلية بيتراكم فيها شوية حاجات زي الفاتس الدهون والبروتين والجلايكوجين
بعد كده sublethal cellular injury can be reversible if the injury stimuli is removed. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان النوع ده من sublethal cellular injury ممكن يتم إصلاحه لو شلنا المحفز اللي بيسبب المشكلة، ماشي. or it may progress to irreversible change، أو ممكن يتقدم لتغييرات غير قابلة للإصلاح، ماشي. ودي بتكون لسه changes أو تغييرات مميتة، ماشي. على سبيل المثال الإسكيميا. بعد كده بقول لك النورمال سيل او المتوازنه، هومستيزيس يعني توازن. بيقول لك ان هي اما انها تحصل عمليه ادابتيشن اللي هو عمليه تاقلم، او سيل انجري وبعد كده سيل ديس، او تتصاب وبعد كده تموت. بعد كده السلايد دي بيقول لك cellular adaptation to injury، يعني ايه؟ عمليات تكيف الخلية مع الإصابات، ماشي. المشاكل أو أو الحالات اللي بتكون فيها مشكلة يعني، أو البيئة تكون مثلا مش صالحة للخلية دي، فالخلية بتعمل عملية أدابتيشن اللي هي عملية تأقلم، أو الخلية بتموت، ماشي. فإحنا هنا بناخد عملية التأقلم. عندنا كام عملية؟ عندنا 5 عمليات أهوت. أول حاجة اتروفي اللي هي ضمور، الخلية بتضمر، حجمها بيقل، فبيقول لك decrease in size of the cellular tissue. يعني ايه؟ معلش يا جدعان في مصر شغال. اتروفي اللي هو عمليات الضمور، ماشي. اتروفي اللي هي عمليات الضمور، ماشي. الضمور دي بتكون الخلية عادي زي طبيعية زي ما انت شايف في الصورة كده، ولكن بيحصل لها مشكلة ما، أو البيئة اللي حواليها بتتغير بطريقة ما، فيحصل لها أتروفي اللي هو ضمور. فشوف التغير بيكون في الحجم، أو في حجم الخلية، أو في حجم النسيج ككل يعني. بعد كده هايبربلازيا. هايبربلازيا دي عبارة عن إيه؟ بيقول لك increase in the number of the cells. يعني ايه؟ يعني بيكون زيادة في عدد الخلايا، ماشي. ده نوع برضو من انواع التأقلم، ماشي. بتكون البيئة مش مناسبة، فبيزيد عدد الخلايا في العضو on organ or tissue في العضو أو النسيج. not all، مش في كل حاجة يعني، مش في كل خلايا الجسم، ولكن هي في العضو اللي هو متعرض للضغط ده أو النسيج، ماشي. it may be بيقولك إن هي ممكن تتقسم بقى لثلاث حاجات، اللي هو زيادة عدد الخلايا دي. في منها 3 أنواع، ماشي. إما إنها تكون فيسيولوجيكال يعني إيه؟ يعني حاجة كده طبيعية يعني بتحصل من غير مرض، ماشي. زي إيه؟ زي هنا as in the breast and uterine hyperplasia. يعني إيه؟ بيقول لك إن هو بتحصل زيادة في عدد الخلايا دي في بعض الحالات الطبيعية، ماشي، المرضية. زي في مثلا في البريست، في الحوامل، ماشي. عدد الخلايا بتاع البريست بيزيد، وبرضو عدد الخلايا في الرحم بتزيد علشان تتأقلم مع حالة الولادة يعني. بيقول لك هنا during pregnancy، أثناء الحمل. آه، أثناء الحمل يعني عدد الخلايا في البريست بتزيد علشان يتأقلم مع الرضاعة بعد كده. وفي اليوتراين اللي هو الرحم، برضو الأنسجة بتاعة الرحم بتحاول على قد ما تقدر إنها تعمل بيئة مناسبة للجنين، ماشي. بعد كده باثولوجيك اللي هو زيادة عدد الخلايا، ولكن المرة دي بقى عن طريق مرض معين. فبيقول لك as enlargement of thyroid gland due to excessive TSH. يعني إيه؟ يعني بيقول لك إن حالات التضخم أو زيادة عدد الخلايا ديت المرضية بتحصل أوقات في الثيرويد جلاند اللي هي الغدة الدرقية، ماشي. فبيقول لك هنا إن الغدة الدرقية بتتضخم بسبب زيادة عدد الخلايا المكونة ليها، ودي بتكون حالة مرضية بسبب زيادة ال TSH أو هرمون الثيروكسين، ماشي. فثم ما قالوش هنا ثيروكسين، فاحنا بنلتزم بس بال TSH. بعد كده كومبنساتوري يعني ايه؟ يعني تعويض. ممكن عدد الخلايا يزيد كتعويض يعني. فهنا بقول لك as when a portion of the liver is removed. يعني ايه؟ زي لما بنشيل جزئية من الكبد، بتتعوض الجزئية دي. بعد كده آه، هايبر اتروفي. هايبر اتروفي اللي هي ايه؟ احنا قلنا خدنا هنا الاتروفي اللي هو الضمور. بعد كده هايبر اتروفي ديت بيقول لك ان هي increase in cell size and change tissues
mass when it is exposed to increased workload. يعني ايه؟ بقول لك ان هي هايبر اتروفي دي هي برضو عامله زي الاتروفي، مش الاتروفي عمليه ظهور يعني ايه، بيكون نقص، بتكون نقص في حجم الخلايا، ولكن بقى هايبر اتروفي بتكون عكسها خالص، اللي هي بتكون زيادة في حجم الخلايا. ماشي. يعني وده بيكون بسبب ايه؟ بيكون بسبب الاوفر ورك او الورك لود، يعني زيادة وظيفة العضو ده. زي ايه مثلا؟ بقول لك occurs in tissues that cannot increase cell number it may be. بقول لك ان هي بتحصل لما العضو ده بيكون متعرض لضغط شغل اكبر من اللي المفروض يعمله. ماشي. وده بتحصل في حالات مثلا اللي هو ايه، لو في عضو مثلا زي الكبد، معلش زي الكلية، بيكون في منها عندنا كل واحد منا عنده كليتين. ماشي. لو في واحدة اتشالت او اتصابت لا قدر الله، التانية بتشتغل كورك لود، او بتشتغل جامد جدا عن الطبيعي بتاعها عشان تعوض التانية ما بتعملوش، فبيحصل لها تضخم. ماشي. فأنا بقول لك أنواعها برضو ممكن يكون فيسيولوجيكال، يعني أنواع يعني حالات طبيعية من تضخم الخلايا دي، أو باثولوجيكال اللي هي حالات مرضية في تضخم الخلايا، أو كومبنساتوري اللي هي تعويضية، تضخم للخلايا تعويضي. أول حاجة هنا الفسيولوجيكال او التضخم الطبيعي. مش بيقولك ان muscle mass with exercise، بيقولك ان الخلايا هنا في النوع ده بتتضخم ولكن بطريقة طبيعية، ما هيش مرضية. ماشي. زي ما بيحصل مثلا في التمارين الرياضية، بنلاقي العضلات حجمها زاد، ماشي، ولكن عدد الخلايا فيها ما زادش، هو حجمها بس اللي زاد. ماشي. ودي حالة طبيعية ما فيهاش أي مشكلة. أما تاني حاجة عندنا الباثولوجيكال، اللي هي الحالة المرضية بقى من تضخم الخلايا دي. فبقول لك كاردياك هايبرتروفي ان prolonged hypertension، يعني بيقول لك ان في حالات ارتفاع الضغط الطويله اللي هو بيكون الفتره اللي بتستمر لفتره كبيره، يعني عضله القلب بتتضخم، ودي حاله مرضيه. ماشي. بعد كده كومبنساتوري او التضخم التعويضي، العضو ده او الخليه دي بتتضخم عشان تعوض نقص ما او مشكله ما. فيقول لك occur in the remaining kidney when the other is removed. يعني ايه؟ بيقول لك بتحصل لما بنشيل كليه من احد الكليتين، فالتانية بتتضخم عشان تعمل شغل الاتنين. ماشي. بعد كده ميتابلازيا. ايه هي الميتابلازيا بقى؟ بيقول لك ان هي عبارة عن the conversion of one cell type to another type. يعني ايه؟ هي تحول نوع من انواع الخلايا لنوع تاني خالص. ماشي. يعني الخلايا بتكون من نوع معين بتعمل وظيفة معينة، فبتتحول لنوع تاني خالص. فبيقول لك usually occur in response to chronic irritation or inflammation. يعني بيقول لك ان عادة بتحصل كنتيجة او استجابة لل عمليات التهيج أو الالتهاب المزمنة. ماشي. يعني بيكون عملية التهاب بتفضل لفترة كبيرة جدا لدرجة إن الخلايا نفسها بتفقد وظيفتها وبتعمل حاجة تانية خالص. بعد كده بعد كده هنا خامس حاجة دي الديسبلازيا، اللي هي بيقول لك هي عبارة عن derangement of cell growth. يعني إيه؟ بيقول لك إن هو عدم انتظام في نمو الخلية، وده اللي بيؤدي ل بايرنج سايز، بيؤدي لاختلاف في الأحجام والأشكال بتاعة الخلايا. ماشي. appearance also in response to chronic irritation، برضو بتكون بتحصل بسبب chronic irritation أو تهيج مزمن and inflammation، وبرضو بسبب الانفلاميشن أو الالتهاب المزمن. بيقول لك هنا dysplasia may be a strong pressure to cancer، ممكن تكون معلش precursor يعني إيه؟ بقول لك إن هو النوع ده من الديسبلازيا بيكون آه، شيء كده ما قبل الكانسر، اللي هو ما قبل السرطان. ماشي. بعد كده في السلايد دي بيقول لك benign and malignant tumors. ايه هو الفرق ما بين التورم الحميد، ماشي، والتورم الخبيث. ماشي. نيجي بقى بعد كده السلايد ده اللي هو بيقول لك تيومر، اللي هو ايه هو اصلا تعريف التورم. فبيقول لك تيومر a growth of new plastic cells clustered together to form a mass. بيقول لك يعني تجمع لبعض الخلايا، بيقول لك يعني تجمع لبعض الخلايا ونموها علشان تكون كتلة معينة. ماشي. it can be benign or malignant، يعني ممكن يكون حميد، ماشي، أو ممكن يكون أو تورم حميد يعني، أو ممكن يكون تورم أو ورم خبيث. هنا بقول لك إيه هو بقى الفرق أو مقارنة صغيرة هي ما بين التورم الحميد والتورم الخبيث أو الورم الخبيث. فهنا بقول لك الورم الحميد بيقول لك usually occur singly، ماشي، بيحصل عادة لوحده. أما التاني بيحصل usually multiple. يعني إيه؟ يعني التورم الحميد ده بيحصل أوقات في خلية لوحديها. ماشي.
أما الخبيث بيحصل في متعدد، يعني ممكن يحصل في أكتر من خلية. فيقول لك هنا بعد كده rounded elliptical wart like or pancreated، يعني من الآخر خالص بيقول لك إن هي بيكون دائري، شكله دائري، ده في التورم الحميد، ولكن في الخبيث بيقول لك irregular shape، الشكل بتاعه ما هوش منتظم، أما التاني بيكون ليه شكل معين. ماشي. بعد كده usually encapsulated، يعني إيه؟ يعني التورم الحميد ده بيكون encapsulated، يعني هو موجود في كبسولة معينة أو في حيز صغير في الخلية. اما الخبيث بيقول لك not encapsulated، يعني ايه؟ بيقول لك ان هو ما بيكونش حواليه غشاء معين وبينتشر في الخليه ككل بدون شكل معين يعني. بعد كده بيقول لك الحميد slow rate of growth، بيقول لك في الالتهاب الحميد معلش التهاب التورم الحميد بيكون معدل النمو بتاعه قليل، ولكن في الخبيث بيكون معدل نمو التورم أو الورم سريع جدا. ماشي. بعد كده الحميد بيقول لك neurosis absent or slight rapidly removed، يعني إيه؟ بيقول لك إن بيكون مفيش وجود للنيورسيس ديت، أو بتكون وجودها طفيف. ماشي. أما في الخبيث بيقول لك إن النيورسيس بتكون موجودة. ماشي. بعد كده rapidly removed، يعني ايه؟ التورم الحميد ده بيشال بسرعة وبسيط يعني. أما الخبيث بيقول لك removed with difficulty، بيكون بيتشال بصعوبة. ماشي. بعد كده بيقول لك إن التورم الحميد، أنا عارف أنا نقلت كتير، مش باخدهم واحدة واحدة، الحميد مرة والخبيث مرة. فهنا بيقول لك في التورم الحميد not toxic to patient، ما بيكونش يعني سام للمريض. أما في الخبيث بيكون سام. ماشي. في الحميد no metastasis. أما في الخبيث بيقولك metastasis often occurs. بعد كده grow by extension، ده في الحميد. أما في الخبيث بيقولك infiltrate metastasis and عليكم السلام and implementation of occur. مش بعد كده no requires after removal، يعني إيه؟ يعني بعد ما بيتشال النوع ده من التورم، يعني بعد ما بيتشال النوع ده من التورم ما بنحتاجش أي علاج بعديه، ولكن التورم الخبيث بعد ما بيتشال، أو الورم الخبيث بعد ما بيتشال بيحتاج بعديه علاج. ماشي. بعد كده سيلدوم كاوزز ديس، بيقولك في يعني ما هوش قليل خالص إن هو يسبب وفاة. ماشي. أما في الخبيث بيقولك إن هو بيسبب موت على طول. different types of malignant tumors، إيه هي الأنواع المختلفة للورم الخبيث. ماشي. بيقول لك هنا إن عندك 3 أنواع أهمت. ماشي. النوع الأول سكروما. ماشي. بيقول لك إن هو malignant growth from mesodermal tissues، اللي هو connective tissues. ماشي. بيقول لك يعني إن هو بينمو من الأنسجة الضامة، زي إيه؟ زي blood vessels، اللي هي الأوعية الدموية، بون العظام وماسلز، العضلات والنيرفز اللي هي الأعصاب. ماشي. أو حتى الدهون والكارتلج اللي هي الكارتلج الغضاريف يعني. ماشي. بعد كده كارسينوما، ده النوع التاني. بيقول لك مالجنانت جروث، هو النمو خبيث. ماشي. للأعضاء. ماشي. ان ابيثيليال تيشو، في النوع في النوع ده من الابيثيليال تيشوز. ماشي. هو ده اللي هو بيكون بنسميه كارسينوما. ماشي. زي ايه هي الابيثيليال تيشوز دي؟ اللي هو الليفر، الكبد. ماشي. واللنج، الرئة، والبنكرياس. ماشي. والقولون، والبريست. ماشي. والبروستاتا. ماشي. بعد كده الليمفوما ايه هو بقى؟ ايه هي الليمفوما؟ ده النوع الثالث من انواع الورم الخبيث. ماشي. فبيقول لك ان هي عباره عن مالجنانت تيومر، اللي هو ورم خبيث اوف ليمفوسايتس، للخلايا الليمفاويه. بيقول لك ان هو بيرمز له بانفكشن فايتنج سيلز اوف ذا اميون سيستم، يعني ايه؟ بيقول لك هي العدوى المهاجمه لخلايا النظام المناعي. بعد كده بيقول لك examples of benign and malignant tumors of the same cellular origin، يعني ايه؟ امثله للأورام الحميده والخبيثه لنفس العضو، يعني هو بيكون عضو واحد، ولكن لما بيصاب بورم خبيث بنسميه ايه، ولما بيصاب بورم حميد بنسميه ايه. ماشي. اول حاجه هنا cells of origin.
سيلز اوف اوريجين اللي هو الخلايا الاساسيه للموضوع، ماشي. هنا بيقول لك فاتي سيلز بالنسبه للخلايا الدهنيه لما بيحصل لها تورم حميد بنسميها لايبوما، ماشي. اما لما بيحصل لها تورم خبيث بنسميها لايبوساكروما، ماشي. بعد كده بون سيلز خلايا العظام، بيقول لك هنا ان هي لما بيحصل لها تورم حميد بنسميها استوما، اما لما بيحصل لها تورم خبيث بنسميها اوستوسيتوما. أما بعد كده للخلايا الدم الحمراء أو الأوعية الدموية، بيقول لك لما بيحصل لها تورم حميد بنسميها هيمانوجينوما. أما هيمانوجينوما، ماشي. أما لما بيحصل لها تورم خبيث بنسميها هيمانوجيو ساكروما. بعد كده نيجي لآخر سلايد، بيقول لك هنا إيه هي الشيكسيا. بيقول لك شيكسيا is complex syndrome characterized by anorexia، يعني بيقول لك إن هي متلازمة معقدة بتتسم بفقدان الشهية، ماشي، اللي هي الأنوركسيا دي. بعد كده weight loss and muscle wasting، يعني هي بيقول لك إن هي متلازمة معقدة بتتسم بفقدان الشهية وخسارة الوزن وخسارة العضلات، ماشي. seen in a significant percent of patient with cancer. بيقول لك إن هي بعد كده النقطة الأخيرة ديت في المحاضرة بيقول لك a key factor in anorexia is the production of cytokines such as TNF and interleukins, which are substances produced by many body cells and appear to be protective agent bacterial and viral infections as well as malignant cells. يعني بيقول لك إن هو المفتاح الرئيسي أو العامل الرئيسي للشيكس دي، او بتشتغل ازاي علشان تخلي الجسم يوصل للمرحله دي. بيقول لك ان هي بتشتغل على ان هي بتنتج سيتوكاينينز، ماشي. والسيتوكاينينز ديت زي تي ان اف، ماشي، اللي هو بيتم انتاجه عن طريق كل الخلايا في الجسم، ماشي، هو والانترليوكينز. وده بيخلي الخلايا بتاعت الجسم تعمل مجهود كبير جدا، فتحتاج لتغذية كبيرة جدا، ماشي. وفي نفس الوقت بيكون في فقدان في الشهية، فساعتها الشخص بيكون زي كده ما عندوش أي دهون أو عضلات حتى. بس كده. المهم ان الناتج بتاع الشيكس دي او الناتج بتاع اللي هو الانتاج الزايد للسيتوكاينيز ديت بتكون بنفس الطريقه بتاعه الخلايا السرطانيه، ماشي. الخلايا السرطانيه بتتكاثر كتير قوي، علشان كده بتاخد طاقه كبيره وبتتغذى جامد قوي على الجسم، فعشان كده بتكون خلية سرطانية وبتأذي الجسم جدا. وبنفس الطريقة برضو بتشتغل السيتوكاينيز ديت أو الشيكسيا ديت بنفس الطريقة. الجسم بيفضل ينتج خلايا مناعية كتيرة لدرجة إنه بيعتبر كسرطان يعني. بس كده خلصنا. الحمد لله، المحاضرة كانت صغيرة ولكن فيها كلام كتير.